السلام عليكم ديري، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم فيديو جديد على الناس اللي طلبوني كما كتشوفوا هنايا في التعاليق. طلبوني بزاف ديال الناس على هاد الوصفه هذه، وان شاء الله انا غادي نصايب لكم حاجه وحده اللي كنطلب منكم. اي فيديو حطيتو فيه شي حاجه اللي كتفيد الناس وبغيتكم تبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوهم مرات كيعانيو، بغيتكم تبارطاجيو. وما تنساوش لايك واشتراك وضغطوا على الجرس، ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. كنتمنى اي واحد دخل شي فيديو شافو يدير لي اشتراك، ما يخسر والو. غادي تشدي داك الصبيع ودير الطرق فوق الاشتراك وفوق الجرس باش يوصلك الجديد، لان ان شاء الله نعطيك كل ما كينفعك سيداتي سيدي. المهم اليوم انا نوريكم الوصفه اللي جبت، خليكم معايا باش تمشيو فيه. ما تنساوش لايك واشتراك. كما كتشوفوا هنايا بزاف ديال الناس اللي طلبوني على كما كتشوفوا داك الفيديو ديال الركبه هذا. الناس بزاف اللي طلبوني على لي فاريس اللي فيهم لي فاريس. انا مشيت قلت انا مهم، قلت لهم اوكي انا غادي نقلب لكم وغادي نجيب لكم. فعلا بحثت ولقيت يعني من اماكن يعني كما كنقولوا من البلايص اللي كنوثق فيهم، والناس اللي جربوها والحمد لله عطات نتيجه. كانت واحد السيده اللي ما كتقدرش مسكينه تنوض بداك لي فاريس، يعني العروقه كيغلاض وملي كتمشى كيبقاو يتجبدوا كيضروها. الحمد لله هاد الوصفه هذه دارتها ولقات نتيجه عليها، والحمد لله على الحمد لله زعما ربي تشافات الحمد لله. حتى انا بغيت نشاركها معكم وقلت علاش ما نستعملهاش والناس اللي طلبوني يستافدوا منها. خليكم معايا ما تمشيو فين ساهله الوصفه ما فيها حتى شي حاجه. كما كتشوفوا غادي نحتاجوا عود النوار، قرنفل هانتو شوفوا مزيان باش تعرفوا راه معروف وعنده فوائد كثيره. وغادي نحتاجوا الثومه غادي نشدوها، غادي نطحنوها على هكا نحكوها، وغادي نديروها نديروها في الزيت. خليكم معايا باش نوريكم الطريقه. غادي نطحن القرنفل، يعني نطحن عود النوار ونرجع معكم باش نوريكم الطريقه. كما كتشوفوا طحنا القرنفل، طحناه ياك. غادي نزيدو معاه الثومه، هانتوما كما كتشوفوا شدينا القرنفل وزدنا معاه الثومه. دابا غادي نزيدو معاه زيت العود، يعني الزيت البلديه. كما كتشوفوا زدنا معاه زيت العود يعني زيت البلديه. وغادي نشدو شي كاسرونه ولا هذا. انا شديت غير بريق صغيور غادي تجي فيه القرعه، وغادي نديرو حمام مريم. غادي نديرو الماء وغادي نديرو فيه هاد القرعه هذه على هاد الطريقه هذه حمام مريم. وغادي نديروه فوق البوطه وغادي نخليو الزيت يغلى لنا واحد شويه فوق البوطه. خليكم معايا. كما كتشوفوا حنا درنا في حمام مريم، دابا هو كيطبخ واحد شويه، نخليه غير واحد شويه وغادي نحيدو من فوق النار وغادي نخليه حتى يبرد وغادي نصفيه. وغادي تبقاو معايا حتى نصفي الزيت، وغادي نوريكم ان شاء الله الطريقه كي غادي تخدموا دوك لي باغيت من الفريز. خليكم معايا وما تمشيوش. هي غادي نصفيوها دابا، نديروها بالصفايه كما كتشوفوا هانتوما. غنصفيو حنا غير الزويته صافي. هاي الزيت ديالنا وغادي نديروها في شي قريعه وغادي نستعملوها. غادي نوريكم الطريقه كي غادي تستعملوا هاد الزيت، هذه الطريقه الصحيحه باش ان شاء الله تستافدوا منها. انتم دابا غادي تجيو ديك البلاصه اللي فيها لي فاريسي فيها العروق، غادي تجيو حتى لديك البلاصه بحال دابا هادو هما العروق، وغادي تبقاي تدهنوا بهاد الطريقه غير بشويه، ما توركوش على العروق. غادي تمشيو بهاد الطريقه هذه هكا. هذه هي الطريقه اللي تبقاو تمشيو دائريه وتبقاو تطلعوا هكا غير بشويه، ما تهبطوش لتحت. طلعوا العروق هكا بهاد الطريقه هذه هكا حتى داك العروق كيشربوا هاد الزيت هذه، كيشربوها صافي. في الاول هكا وفي الثاني هكا وانتي وطلعوا على هذيك البلاصه اللي فيها العروق وداوموا على هاد الطريقه هذه، داوموا عليها يعني حتى ان شاء الله غادي تبقاو تشوفوا داك العروق بداو كيمشيو. وهذا كاينين العروق اللي سميتهم، وعاود كاينين
الناس عاوتاني ما نغلطوش، عاوتاني كاينين العروق اللي تيكونوا غلاظ بزاف، هادوك راه تيكونوا شويه صعاب، يعني خاصهم ضروري العمليه، وهذا الله يحفظ والله يشافي الجميع يا ربي. وكاين اللي كيكون عندهم واخا تيكونوا ماشي داك الغلاظ بزاف اللي كيكونوا خارجين، لا واخا تيكونوا غلاظ مع الوقت كيمشيو. غير ديروا هاد الوصفه هذه وديروا الطريقه اللي وريتكم، وان شاء الله هذه تمشي. هذيك العروق مع الوقت غادي تبقاو غتلقاهم، وغادي تشوفوا غتحسوا بالراحه. بعد المره اللي غادي ديروهم غتبقاو تحسوا بالراحه، غتبقاو تحسوا برجليكم، يعني ما بقاتش مزيره، غادي توليو تحسوا برجليكم غدا يعني تسرحات وما بقاتش مشكرفه كما كنقولوا. وان شاء الله الله يشافي الجميع يا ربي. وانا لبيت الطلب ديالكم، واللي بغى شي وصفه ولا بغى شي حاجه يقولها لي، انا غادي نقلب عليها وغادي نعطيها لكم. وبالنسبه لسميتو حتى اليدين اللي فيه اللي باغي راه كاين اللي فيه اللي باغي في اليدين ولا هذا حتى هما راه كيصلحوا لهنايا في هاد البلاصه. كاين هاد العروق اللي تيكونوا خارجين بزاف حتى هادو، لحقاش حنايا كما كتشوفوا هنايا عندنا عروق خارج كيبانوا. حنا خصوصا حنا اللي الجلده ديالو رهيفه داكشي، يعني كتكون حتى هادو دهنوهم اللي كانوا شتيهم خارجين بزاف، شدوهم حتى هما ودهنوهم مزيان. بقاو ديروا الطريقه اللي وريتكم، وان شاء الله غادي تتشافاو وغادي ان شاء الله تولوا بخير وعلى خير. وكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو، الله يجازيكم بالخير. بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو لاي واحد شفتوه كيعاني من لي فاغيس وما كيقدرش مسكين ينوض. هاد الزيت هذه اللي صايبتنا ان شاء الله غادي يدير عليها لاباس وغادي يولي بخير وعلى خير. والله يشافي الجميع. ما تنساوش تبارطاجيو وما تنساوش تشتركوا في قناتي وضغطوا على الجرس باش دائما غادي نوريكم الجديد. واللي بغى شي وصفه يخليها لي في التعليق، انا تحت امركم. وهاد الزيت غادي تحتفظوا بها، ديروا في قريعه وتسدوا عليها وغادي تحتفظوا بها وتبقاو تستعملوها كل نهار ملي تبغيو تنعسوا كل نهار. ولا خفتو تمسح ليكم غادي تشدوا غادي تدهنوا مزيان وغادي ديروا عليها فاصمه رقيقه. ما تزيروش على العروق لان راه خايب تزير عليهم بحال كتقجوهم، لا غادي ديروا دهنوها وغادي ديروا عليها فاصمه باش مزيان حتى باش يسخنوا هذاك الزيت تدخل في سميتو. غير دهنيها باش ما تمسحلكش في الغطا ديالك. والصباح ان شاء الله تولي بخير على خير. والله يشافي الجميع والله يسهل امركم. اللي بغى شي حاجه مرحبا به. الى ملتقى ان شاء الله في امان الله مع قناه اليك مع نجمه. مجموعه ديال الكريمات وكل حاجه بالثمن ديالها ولاش كتصلح. هذه مشروب واعر كيحيد الحصى من الكلى، حيد الحجر من الكلاوي. هذه زيت ديال اللفت، انا سميتها هي زيت المعجزه ديال اللفت، هي واعره بغيتكم تجربوها. هذا الكريم اللي عطيتكم ديال تصبغات وحب شباب وكيرطير البشره غزاله. مهم غنوريكم الوصفات اللي طلبتوني ليهم. هذا ليكرون ديال واعر